السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل لكم كيكة. انا طبعا عاملة كذا نوع كيكة ومنزلاها على القناة بتاعتي، بس انا بعمل حاجة جديدة شفتها يعني على قناة، فبحاول اعملها معاكم عشان تبقوا معايا في كل حاجة. نعملها لكم برضو كيكة مخلوطة بالشوكولاتة، نعملها قبل كده، بس ديت الشوكولاتة بتبقى على الوش كده مش زي ما بتبقى في قلبها. خليكم معايا وهنشوف كل حاجة في الفيديو. خليكم معايا، هقول لكم على اول مكون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. و... 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 وفضلا وليس أمرا ندعي لإخواتنا بتوع فلسطين، ربنا ينصرهم ويثبتهم ويربط على قلبهم يا رب، ويسلط عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اليهود الإسرائيليين دول ربنا يزلزل الأرض تحت رجليهم يا رب، تحت أرجل، اللهم امين يا رب. وهنبدا دلوقتي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا 3 بيضات درجه حراره الغرفه، وعليهم نص معلقه كده فانيليا سايله، مفيش نحط باكت او باكيتين. معانا نص ليمونه، ناخد نص ليمونه، ولو في بشر ليمون ممكن. معانا معلقتين كاكاو، معايا كوبايتين دقيق حطيت عليهم معلقه كبيره من النشا، وحطيت الكيس بيكنج باودر دوت ونخلتهم، وذرة ملح وقلبتهم وسبتهم. معايا كوباية سكر، معايا كوباية زبادي، لو ما فيش زبادي حط لبن عادي، بس انا عشان كان عندي قلت اعملها بيخليها طرية كده. معايا نص كوباية زيت، معايا هاخد معلقة خل، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط البيض في الخلاط اهو، وعليه السكر بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وهنخفقه، نخفق جيد، كانوا في الخفق جيد عشان لازم نخليه يتخلط جامد ويبقى اللون فاتح كده ابيض. خليكم معايا، وبعد كده عشان الفيديو ما يطولش عليكم هضربهم وارجع لكم. بصوا يا حبايبي، انا هنا خفقته لغايه ما بقى لونه ابيض اهوت وتقل شويه. هنحط بالتدريج بقى الزيت واحده واحده واحنا مشغلين الخلاط بالراحه سرسوب. يا رب يكون واضح، هو مش واضح قوي بس هو انا بعد ما خفقتها اهوت حطيت الزيت وخفقت قدامكم، وبعد كده حطيت الزبادي عشان ما اطولش عليكم الفيديو اهوت. وبقى القوام كده اهوت بقى عامل ازاي. دلوقتي هنحط بقى الدقيق واحده واحده. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم اهو، وهنعمل كده هنرش رش كده ونقلب عشان تبقى خفيفه. نقلب كده من تحت لفوق كده لغايه ما يختفي معانا الدقيق. هعمل الخطوه دي لغايه ما اخلص وبعد كده نشوف هنعمل ايه. بصي يا حبايبي، هنا بعد ما خلصت اهو كل الدقيق اهو قلمت اهو، هحط معلقه الخل بسم الله الرحمن الرحيم اهي، نقلب كده. وبعدين الخطوه التانية هنجيب ربع معلقه كربوناتو اهي، ربع معلقه، وهنعصر عليها نص الليمونه دي بسم الله الرحمن الرحيم. بص بتفور ازاي، بتفتحها بقى، تفتح العجينه تخليها هشه اهو كده اهو. وهقلب، وهكون انا مسخنه الفرن طبعا، ودهنه الصينيه سمنه مرشها بشويه دقيق. هاخد منها حبه بقى، هاخد جزء من العجينه دي عشان اعملها بالكاكاو، بس لما يختفي ايه العصير اللي انا بتاع الليمون اللي انا حطيته كده يتدخل جوه العجينه كده كده خلاص. هناخد بقى جزء من العجينه هنا بسم الله الرحمن الرحيم، مش كبير
عشان بس هنوزعها بس كده. هنجيب الصينية، معانا صينية مدهونة بالسمنة اهيت ومرشوشة بالدقيق. هنصب عليها كده الخليط. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده بقى هنسويه. بعد كده هوريكم هنعمل ايه في الكاكاو. صبيتها اهو، وهنا عملت الكاكاو اهوت بالخليط. لقيته لقيته تخين شويه معايا، متماسكه شويه. رحت حاطه معلقه لبن، ما نكترش، نحط معلقه بمعلقه لغايه ما يبقى القوام كده. شو القوام. هنعمل ايه بقى؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنحط معلقه كده. نوزعها كده. بعد كده هنعمل ايه؟ خلة كده ونعمل كده. يلا ونيجي كده اهو، عاملة زي الشجرة كده اهو. بعد كده هندخلها الفرن. الفرن يكون احنا طبعا مسخنينه من واحنا بنشتغل، نحطها في الفرن دلوقتي ونوريكم لكم بعد ما تخرج. يا حبايبي بعد ما خرجت من الفرن يا دوبك هديت شوية اهو. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقطعها معاكم. طلع معاكم قطعة. بسم الله الرحمن الرحيم. طرية عاملة زي الجاتوه، بص طرية جدا. بص طرية ازاي، سفنجة. عاملة ازاي، هشة خالص اهي، هشة وطرية. جربوها بقى وقولوا لي رأيكم ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. طرية جدا اهي، طرية جدا عاملة زي الجاتوه وهشة. طعمها تحفة. مش شكلها عامل ازاي. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه. والمقادير حلوة والسكر بتاعها معقول. جربوها، ما خدتش مكونات كتير يعني، ده نص كوباية زيت وكوباية سكر، مش حاجة. وكل المكونات عندنا. لو هنشتري 3 بيضات، عندنا الكاكاو بيبقى موجود، عندنا الدقيق كوبايتين دقيق برضو، وتغيير وكده، وحاجات حلوة للولاد وكده.
جربوها وقولوا لي رايكم ايه. بحبكم في الله وجزاكم الله كل خير. ما تنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.